ريف الصباح. صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم بمناسبة اليوم العلم. في رحاب العلم سنكون في رحاب الذكاء الاصطناعي، ونسعد باستضافة مدير المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي البروفيسور عبد المالك بشير. صباح الخير بروفيسور، سعيدة جدا باستضافتك اليوم. صباح النور، سعيد أيضا وأشكركم على الاستضافة. شكرا لك بروفيسور عبد المالك بشير. اليوم العالم يتطور بشكل متسارع في عصر الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، العالم الافتراضي ايضا. الجزائر اليوم هي تنخرط بفعاليه ضمن هذا المسار وفق مخططات استراتيجيات وايضا واضحه ومحدده الرؤى والمعالم. كيف الان ترى تموقع الجزائر في عالم الذكاء الاصطناعي؟ إذا الذكاء الاصطناعي عنده ركائز يرتكز على ثلاث أشياء، اللي هي رقم واحد العنصر البشري الكفء والمؤهل. العنصر رقم اثنين اللي هو توفر الحوسبة عالية الأداء. والعنصر رقم ثلاثة اللي هو توفر بيانات ذات كمية ونوعية. نلاحظ يعني أن الجزائر أبدت اهتمام كبير للعناصر الثلاثة يعني على أعلى مستوى. يعني أولا كان بإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، وهو شيء مهم جدا. كانت من بين أول الدول يعني في العالم التي قامت بإنشاء هذه المدرسة. المدرسة يعني لاقت نجاح وتستقطب أحسن طلبة النجباء، يعني أحسن طلبة الجزائر، يؤطرهم أيضا أساتذة من بين أحسن الأساتذة في الجزائر. إذن العنصر الأول هو تكوين عنصر بشري مؤهل، ليس فقط مؤهل ولكن هذا عنصر من النخبة، يعني الذي يمكن أن تولى له يعني أدوار مهمة في التطوير. أيضا من ناحية التكوين، الجامعات يعني على مستوى كل الجزائر تقوم أيضا بتكوين طلبة في الذكاء الاصطناعي، الإعلام الآلي، وأيضا الرياضيات، وهي عناصر مهمة جدا من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي. نلاحظ أيضا أن كان هناك هو اهتمام كبير جدا من أعلى يعني السلطات في البلاد فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، الحوسبة عالية الأداء، يعني يناقش على أعلى مستويات مراكز البيانات، مهم جدا من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي. العنصر الثالث وهو توفر بيانات ذات جودة وذات كمية كبيرة، أيضا يناقش على أعلى مستوى، وهذا يتم عبر الرقمنة هي التي رقمنة جميع القطاعات، رقمنة الخدمات، رقمنة تقريبا كل شيء. هذه ستساهم بشكل كبير في توفير بيانات ذات جودة عالية وذات يعني كمية كبيرة. وكما يقال يعني المستقبل يعني البيانات هي النفط المستقبلي بكل تأكيد. نعم. إذن هذه العناصر الثلاثة يعني نشتغل يعني كل يعني في مجاله يقوم بتطوير. على مستوى المدرسة نقوم بتطوير العنصر البشري، والعناصر الأخرى يتم تطويرها أيضا على مستويات أخرى. نعم، عجبني مصطلح النفط المستقبلي، هو البيانات، البيك داتا. هناك عدة مصطلحات نحن الآن أيضا لم نستوعبها بالشكل الكافي فيما يخص الشات جي بي تي. هناك حديث عن شات جي بي تي 5 4. هناك تطوير عدة مفاهيم، عدة تطبيقات. هل نحن بحاجة إلى دورات تدريبية مخصصة في الذكاء الاصطناعي التي توفر لنا المهارات والمعرفة اللازمة التي تسمح لنا من مواكبة كل هذه التطورات ونعزز بالتالي مردوديتنا في عالم الشغل؟ نعم، تقريبا الكل بحاجة إلى دورات تدريبية في الذكاء الاصطناعي بحسب يعني منصبه وبحسب يعني طبيعة عمله. لهذا المدرسة يعني تساهم على غرار باقي الجامعات الأخرى في تطوير يعني هذه النقطة، من حيث أننا نقوم بعقد شراكات تعاون مع شركات اقتصادية تنشط بالجزائر. هذه شراكات من بين يعني النقاط المبنية عليها هذه الشراكات هي تبادل الخبرات، وأيضا تكوين مساهمة في تكوين إطارات هذه
الشركات بحسب يعني تكوينها على حسب ما تطلبه الشركات. أيضا في هذا المجال نقوم أيضا ب توفير تدريبات وتربصات للطلبة ليساهم الطلبة أيضا في العمل على مشاريع، ونتمنى أن فيما بعد يتم يعني تشغيلهم وتوظيفهم من طرف هذه الشركات حتى يساهموا في تطوير الذكاء الاصطناعي بنظرة يعني عصرية في هذه الشركات. نعم، التكوين يجب يكون على جميع المستويات وكل على حسب حاجته. يعني هناك تكوين ممكن للمسيرين يعني على مستوى عالي، المديرين إلى آخره. هناك تكوين أيضا المهندسين اللي هم يعني متخصصين فيما قبل ممكن في الإعلام الآلي، وممكن يحتاجون يعني إضافة ولا تخصص دقيق ولا تعلم شيء معين. وهناك أيضا تكوين العناصر البشرية الأخرى يعني. نعم. دكتور بروفيسور عبد المالك، الآن ما هي الإجراءات التي تسمح لنا بتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تحسين الابتكار الذي له مساهمات غير محدودة في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟ يجب تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. يجب العمل يعني، لأن الجامعة وحدها يعني لا تكفي. يجب أن هذا تعظيم. ممكن الجامعة تقوم بتتبع كل ما هو يتطور، التحكم في النماذج، في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن من أجل الاستفادة يعني من الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون هناك تعاون يعني بين الجامعة والقطاعات الأخرى الاقتصادية أو الاجتماعية أو قطاعات أخرى، حتى يتم يعني توظيف وتطبيق كل ما تم يعني تلقينه نظريا وتعلمه في الجامعة على أرض الواقع. الآن من أجل التعظيم أيضا استعمال الذكاء الاصطناعي يجب أن هذه الشركات أو الشركاء يجب أن يكون عندهم يعني بيانات، لأن الذكاء الاصطناعي العصري لا يخفى على أحد يعتمد على البيانات. يعني هذا هو يعني الذكاء الاصطناعي اللي ما عندوش بيانات يعني دقيقة وبيانات متوفرة يعني وممكن استغلالها، فيصعب عليه استعمال ولا الاستفادة من كل ما يتم تطويره بالذكاء الاصطناعي. نعم. ما هي العلاقة بين المردودية، زيادة في المردودية والذكاء الاصطناعي، وما هي القطاعات اليوم التي انخرطت بشكل أكبر في الذكاء الاصطناعي؟ على كل حال الذكاء الاصطناعي هو يعني الاستفادة من قوة الآلة، يعني قوة الآلة في جميع الميادين. نمد مثال لأن تكلمنا على تشات جي بي تي. تشات جي بي تي الآن هناك يعني يستطيع أنه يقوم بأعمال عديدة، منها أيضا مساعدة في التحرير، مساعدة نمد مثال يقدر تشات جي بي تي يقوم بتحرير وثائق إدارية اللي ممكن في الماضي كان تأخذ وقت وكان تحتاج موظفين، عدد كبير من الموظفين، وممكن أيضا لا تكون لها الدقة ولا تكون لها الفعالية، ممكن يكون فيه أخطاء، ممكن يكون فيه المراجعة. تشات جي بي تي أيضا يقوم بتلخيص، ممكن هناك يعني مقال يعني أو يعني يعني وثائق ونص حتى يمكن استخدامه، ولكن الذي يستخدم تشات جي بي تي يجب أن يكون مؤهل، لأن تشات جي بي تي ليس يعني معصوم من الخطأ، وليس يعني يجب كل ما عندما نستعمل تشات جي بي تي يجب على قدر عالي من الإدراك حتى يمحص البيانات ويعرف. نعم. لأن يعني جيد من غير جيد، معلومات المغلوطة. نعم. تشات جي بي تي ليس يعني هو معصوم من الخطأ. يجب الذي يستعمل تشات جي بي تي يكون ملم ويكون متخصص في الميدان، وتشات جي بي تي يقوم بمساعدته. الآن في ميادين أخرى ممكن أنه تشات جي بي تي أيضا يقوم بكتابة برمجيات في الإعلام الآلي التي كانت تستغرق وقت كبير من عند مبرمجين الإعلام الآلي، وهو في تطور كبير، حيث أنه يمكن إدماجه في المعاملات المالية، في تطوير يعني والابتكار وإيجاد حلول. يعني الآن تقريب الإنسان يتحول من إنسان الذي
يبحث على حلول إلى إنسان الذي يبحث على مشاكل يعطيها لتشات جي بي تي من أجل مساعدته لإيجاد حلول. يعني هنا العنصر الذي يصبح مهم الآن هو الإبداع، البحث عن تطبيقات والبحث عن أسئلة والبحث عن أشياء نقدمها للتشات جي بي تي، والتشات جي بي تي يقوم بالمساعدة في إيجاد الحلول. هذا يعني تشات جي بي تي على خلاف ما كنا يعني قبل في الذكاء الاصطناعي. كان الذكاء الاصطناعي تنبؤي، يعني يساعد في اتخاذ القرار. ممكن نعطيه بيانات ومن بعد الذكاء الاصطناعي يعني يعطيك ممكن إذا اتخذت هذا القرار سينتج كذا، اتخذت هذا القرار سينتج كذا. كان أيضا يتنبأ ممكن أنه أسعار راح ترتفع راح تنخفض. الآن تشات جي بي تي هو ذكاء اصطناعي توليدي، يعني ليس فقط يتنبأ وإنما هو يقدم حلول ويقدم محتوى وأيضا يقدم إبداع إلى آخره. هو ما جعل البروفيسور اليوم العالم يطرح تساؤلات حول المخاوف التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. حتى من هم قائمين اليوم على تطوير النسخة الخامسة من شات جي بي تي لم يستطيعوا الإجابة على هذا السؤال. إلى أي حد يمكن أن يصل الشات جي بي تي؟ ما هي التحديات الاجتماعية والقانونية والأخلاقية التي تواجه العالم؟ وما يجب علينا نحن أيضا لتحصين أنفسنا في ظل الذكاء الاصطناعي، الحفاظ على الخصوصية وما غير ذلك إلى غير ذلك. نعم، يعني هناك يعني على المستوى العالمي يعني نقاش يعني كبير حول المخاوف التي يمكن أن تنتج من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي. هناك تقريبا تيارين في العالم. هناك التيار الأول الذي يقول يجب أن البرامج والنماذج التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مفتوحة المصدر ومعلومة لدى الجميع حتى يكون الجميع على علم بالذي بجميع البرمجيات وماذا يقوم به هذه يعني البرامج. وهناك تيار يعني مهم يعني معتبر، وهناك يعني يتم يعني محاولة أن هذه الفكرة يعني تغلب. وهناك تيار آخر يقول بأن الذكاء الاصطناعي هو شيء خطير، يجب أن تكون البرامج مغلقة المصدر ويجب أن تكون يتحكم فيها فقط تقريبا العقلاء الذين لا يمكن أن يستعملونها في أشياء خطيرة. الحوار ما زال يعني هناك يعني من يدعو إلى هذه التوجه، هناك من يدعو إلى التوجه الآخر. بالنسبة للجزائر نحن نتابع يعني الشيء الذي يجري في العالم هذا. وهناك مجلس يعني مجلس علمي للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. هذا المجلس العلمي يضم يعني خبراء من القطاع الاقتصادي من داخل الوطن وخارجه، كلهم يقومون يعني بمتابعة ويقدمون أيضا يجيبون على الاستشارات ومتابعة كل هذا يعني حتى نتمكن من أن نحصن أنفسنا يعني. نعم، شكرا لك بروفيسور عبد المالك بشير. أيضا هناك مجموعة من المبادرات اليوم طرحتها المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. بالأمس كان لكم توقيع اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر. أيضا على سبيل المثال ليس الحصر، هناك قمتم بتطوير منصة رقمية للتسجيل باعتماد الذكاء الاصطناعي للسماح للطلبة الجدد باختيارات أحسن تحسبا للموسم الجامعي المقبل 2024-2025. حدثنا أكثر عن هذه المنصة، عن كل جهود المدرسة، وهل يعني ذلك أننا اليوم نستثمر في القيمة المضافة الحقيقية التي تتوفر عليها بلادنا، وهي ثروة المعلومات وليس الثروات الباطنية. فيما يخص توجيه الطلبة بعد البكالوريا، يعني الآن تسمح لي الفرصة أقول بأن الجزائر من بين أحسن الأنظمة في العالم من ناحية توجيه الطلبة، ديمقراطية التوجيه، الشفافية. التوجيه يعتمد على النتائج التي يتحصل عليها الطالب في البكالوريا، ويعني يتم تكافؤ الفرص يعني نظام يعني نحن فخورين به. الآن هذا النظام يمكن تطويره بإعطاء يعني معلومات أخرى للطلبة، خاصة فيما يتعلق
تحسين اختيارهم من أجل أنهم عندما يختارون يكون عندهم نظرة حول نسب النجاح المتعلقة بالتخصص. الآن كان بالإمكان تطوير هذا النظام، لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انخرطت في الرقمنة يعني بشكل سمح لنا بتوفر بيانات عالية الجودة وبكمية تسمح لنا باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو لم يكن هناك رقمنة أو لو لم تكن هناك بيانات لما كان بالإمكان يعني استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا التطبيق يعاون يعني يساعد الطلبة على اتخاذ القرار لتوجيه اختيار الشعبة يعني بعد البكالوريا، وسيتم إن شاء الله يعني تجربة في الدخول الجامعي المقبل. هو كان بتطويره من بين إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أساتذة بالمدرسة وطلبة في المدرسة. نعم، هناك مشاريع أخرى الآن في المخابر من قبل الطلبة. نعم، الطلبة الآن على مثل بير مؤخرا. نعم، الطلبة الآن المدرسة هي حديثة النشأة، يعني الطلبة يعني العام الماضي كانوا في السنة الثانية، التكوين يتطلب 5 سنوات، ومع ذلك فهم يعني يبادرون، عندهم طاقة، نقوم بتأطيرهم ونطلب منهم أن يستغلوا كل الطاقة، يستغلوا كل الإمكانيات للقيام بمشاريع. يعني لازم يبدأ بمشاريع، وفيما بعد إن شاء الله سيتم تطويرها من طلبة آخرين، من أساتذة آخرين إلى آخره. الآن على الرغم من ذلك، على الرغم أنهم يعني هناك يعني نمط تاع دراسة يعني رتم عالي، يعني رتم مرتفع من الدراسة لأن مدرسة النخبة، مع ذلك يجدون الوقت من إنجاز مشاريع. وهناك أيضا في تكوينهم هناك مواد التي تسمى يعني مشاريع، يعني مادة اسمها مشاريع. نحث الطلبة على العمل في مجموعات، على تسيير يعني العمل في مجموعة ابتداء من السنة الثالثة، ثم إن شاء الله في الرابعة، ومشروع نهاية نهاية الدراسة في السنة الخامسة اللي راح يكون إن شاء الله في 2026. نعم. مع ذلك هناك برامج، هناك مشاريع إن شاء الله سيتم الإعلان عنها إن شاء الله فور نضجها. وهناك أيضا طلبة قاموا بإنشاء شركة ناشئة، تحصلوا على الوسم شركة ناشئة، وهم يحاولون إن شاء الله، نتمنى لهم النجاح. في العموم لأنه هي مدرسة بالفعل حديثة النشأة، ولكن كتقييم هي استطاعت الاستجابة إلى عدة تحديات. هل هي اليوم قادرة على سد حاجيات سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال؟ أم هو هناك المدرسة وحدها يعني تقوم بتكوين إطارات يعني نخبة، يعني إطارات عالية المستوى بالتعاون مع تكوينات، لأن الذكاء الاصطناعي موجود على مستوى مدارس وطنية عليا أخرى كتخصص، وموجود أيضا على مستوى الجامعات. الآن طلب كبير ومتزايد على مهندسين في الذكاء الاصطناعي. نقوم بتكوين يعني على حسب الطاقة، يعني المدرسة حديثة النشأة بإطارات يعني عالية المستوى بالتعاون مع مؤسسة التعليم الأخرى. إن شاء الله سنحاول تقديم ما يمكن تقديمه من ناحية إطارات مؤهلة في الذكاء الاصطناعي. نعم، هناك الآن تحديات مشتركة يواجهها العالم، تحديات الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن المناخي، أيضا الأمن الغذائي. بلادنا بشكل أكبر أيضا تواجه هذه التحديات. العالم اليوم يتحدث عن أنماط جديدة بفضل الذكاء الاصطناعي، يتحدث عن الزراعة الرقمية، عن اللحوم المستنبتة، عن نباتات مزروعة في أقفاص وأحواض بدون أسمدة، بدون أتربة. هذا يجعل ربما الخيال أو العقل البشري لا يستوعب كل ذلك. هناك أيضا شركات تضخ ملايين الدولارات فيما يخص الزراعة الرقمية. كيف سيكون مستقبل نظم الإنتاج بالنسبة للمجال الزراعي؟ كيف تواكب المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي كل هذه التحديات وكل هذه الرهانات والتطورات؟ نعم، في هذا المجال يعني على مستوى المدرسة قمنا بإنشاء اتفاقية تعاون مع المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، ونعمل سويا من أجل إدخال الذكاء الاصطناعي على مستوى الزراعي وتحسين المنتوجات. الآن هناك مشاريع يعني ما بين أساتذة المدرسة وأساتذة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة. نفس الشيء، يعني نرجع دائما إلى نفس
النقطة اللي هي أنه من أجل تطوير كل هذا يجب توفر بيانات. من أجل تحسين الإنتاج يجب أن يكون هناك بيانات عن مردودية الإنتاج في السنوات السابقة، عن كيف نقوم بتطوير كل هذا. هذه البيانات إن شاء الله سنقوم بتوفيرها، لأن في المستوى الحالي هناك بيانات، ولكن يجب أن تكون متوفرة على مستوى يعني أكبر بنوعية أحسن. نعمل سويا مع المتخصصين، لأن كل هذه المجالات التي ذكرتها هي تخصص، يعني تخصص فلاحة، تخصص زراعة، تخصص ممكن تربية حيوانية ولا آخره. الذكاء الاصطناعي نحن يعني نقوم بنماذج ونطبق هذه بالتعاون مع المتخصصين، يعني هم يعطونا بيانات ونحن نساعدهم على هذا، وإن شاء الله هذا التعاون سيكون مثمر إن شاء الله. نعم. بروفيسور، أيضا ما هي الإجراءات الضرورية لتأهيل بيئة الذكاء الاصطناعي في المستقبل وضمان استخدام التطبيقات بأمان بعدما أصبحت متاحة اليوم للجميع بشكل أكبر؟ الآن هناك يجب عندما نقوم ب يعني استعمال تطبيقات في الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون هناك قبل استعمال التطبيقات يجب أن يكون هناك حماية، يعني الأمن السيبراني. هذا ما قصد. نعم، الأمن السيبراني هو أيضا هناك يعني وكالة يعني لحماية نظم المعلومات تم إنشاؤها يعني مؤخرا. هذه الحماية، الذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في أن تطوير هذا الأمن، وأيضا يجب أن يكون هذا مؤمنين ضد يعني أخطار الذكاء الاصطناعي. يجب أول رقم واحد أيضا يجب أن يكون هناك توعية، يعني توعية المواطنين بمخاطر الذكاء الاصطناعي، وخاصة يعني كل التطبيقات التي تنتج منها. وهناك الحماية التي يجب أن تكون على مستوى أعلى، يعني حماية النظم المعلوماتية على مستوى يعني الدولة يعني. نعم. هل كل هذه الإجراءات المتخذة الآن والجهود التي تبذل تسمح لنا بإحداث منظومة صناعية في الذكاء الاصطناعي، أم هناك ما يجب العمل عليه خاصة من حيث الإنفاق؟ من حيث الإنفاق يعني هناك يعني مجهودات كبيرة تبذل من حيث اقتناء، يعني الإنفاق هو الإنفاق في التكوين، الإنفاق في العناصر الثلاثة نرجع لها دائما. الإنفاق في التكوين، الإنفاق في إنشاء الرقمنة وتوفير بيانات، وأيضا الإنفاق في البنية التحتية الحوسبية. هناك يعني تسابق ما بين دول العالم من أجل اقتناء يعني هذه الحواسيب العالية الجودة، ونحن أيضا منخرطين في هذا المجال. هناك أيضا هل هذه الإجراءات تسمح لنا بإحداث منظومة في الذكاء الاصطناعي أم ليس بعد؟ من المبكر الحديث عن منظومة صناعية. نعم، المنظومة نحن الآن نشتغل على هذه المنظومة، يعني نشتغل من حيث التكوين، من يعني نمضي وقت كبير من أجل خلق العلاقة هذه ما بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، لأنه لما نلاحظ تطور الذكاء الاصطناعي في عبر العالم كان تقريبا الجامعة وأيضا الشركات الاقتصادية، يعني الشركات الاقتصادية التي عندها بيانات كبيرة، يعني بيانات كبيرة، والذكاء الاصطناعي تطور أكثر من طرف الشركات الاقتصادية نظرا لتوفرها على البيانات وعلى على القدرة الحوسبية. نعم. هل هناك مستجدات فيما يخص الدخول المدرسي المقبل بالنسبة لمدرسة الذكاء الاصطناعي، أم سيتم الإبقاء على نفس الشروط؟ هل هناك تحسينات جديدة، تخصصات أخرى أيضا؟ على مستوى المدرسة يعني احنا نقوم بتكوين الطلبة تخصص في الذكاء الاصطناعي في حد ذاته هو تخصص يعني. نعم. ونقوم الآن الجديد هو أن الطلبة سيكونوا في السنة الرابعة، سيكون هناك تربص يعني في الفترة الصيفية وأيضا في بداية الدراسة. هناك يعني مواد جديدة سيتم تدريسها للطلبة عصرية يعني. وإحنا لما نقوم بتكوين الطلبة نكونهم في كل تقريب فروع ولا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من ناحية الرؤية يعني الحوسبية، من ناحية معالجة اللغة الطبيعية، من ناحية معالجة البيانات والتعلم الآلي والتعلم المعمق، حتى يكون هذا الطلبة عندهم كل الأدوات اللازمة للتخصص فيما بعد. التخصص بالنسبة لنا يكون في مشروع نهاية التخرج،
في مشروع نهاية التخرج يقوم الطالب بإنجاز مشروع لمدة سنة يعني وعلى تخصص دقيق، وهذاك يصبح تخصصه فيما بعد إن شاء الله. الجديد أيضا هناك يعني عندنا شراكات مع شركات مثل على غرار سوناتراك. سنقوم أيضا بتكوين طلبة في مهن البترول والغاز، وأيضا نحن أيضا هذه يعني تقوم بإطارات شركة يقومون على مستوى المدرسة، وسنقوم أيضا بنفس الشيء مع شركائنا الاقتصاديين الآخرين يعني. نعم، هناك احتكاك مع الشركات العالمية في هذا المجال. نعم، احتكاك مع الشركات أو نعم. الجامعات العالمية. الجامعات العالمية يعني احنا عندنا اتفاقيات تعاون مع يعني من بين أرقى الجامعات في العالم، في أوروبا، في الصين، في قطر، الشرق الأوسط، وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بصدد يعني تحضير لإمضاء اتفاقية، وهناك طلبات نظرا يعني للمدرسة عندها سمعة، يعني نحاول إن شاء الله أن تكون لنا يعني اتفاقية تعاون. يكون ابتعاث للطلبة أم استقدام للمكونين؟ هي حركية يعني حركية يعني هناك مكونين إن شاء الله سيقومون يعني تبادل حركية بين الأساتذة وأيضا طلبة في إطار تربصات قصيرة المدى. نعم، شكرا جزيلا لك. تبقى هذه المدرسة حلم بكل تأكيد، حتى ولا نقلل أيضا من بقية التخصصات بكل تأكيد. نعم. بطبيعة الحال. شكرا جزيلا لك البروفيسور عبد المالك بشير، مدير المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، على كل هذه الإثراءات القيمة، ونحتاجك كثيرا لمعرفة عدة تقنيات أو عدة تفاصيل دقيقة فيما يخص هذا العالم، عالم الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لك. شكرا مستمعينا، إلى اللقاء.